بعد ما عملنا قمة في العاصمة الإدارية الجديدة وباءت بالضحك، قررنا إن إحنا ما نحرمش الشعب العربي والإسلامي من صريخ الضحك ده ونعمل له الجزء التاني في الرياض. ليه أنا بقول كده؟ ده اللي هتتابعوه معانا في حلقة النهاردة، بس يا ريت قبل أي حاجة ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ويا ريت ما تنسوش إخواتنا في غزة من دعائكم بالنصر القريب إن شاء الله، وشهدائنا اللي نحسبهم عند الله شهداء إن شاء الله. ويا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. أنا سمير أسامة وده برنامج من بره الصندوق. بعد ما عرفنا إن هيكون في جزء تاني للقمة العربية في الرياض، معظم المتفائلين فينا قالوا خلاص رؤساء الدول العربية أدركوا الغلطة اللي في الجزء الأول وهيصححوها في الجزء التاني، وإن إحنا هنشوف قرارات حاسمة ومصيرية. وإذا بالجزء التاني يظهر للنور ويعرض على الشاشات، ونفاجأ جميعا إن اللي اتغير في القمة بس مكانها مش أكتر. بدل ما كانت في العاصمة راحت الرياض. خطابات هزيلة لا تثمر ولا تغني من جوع، ومعظمها إذا لم يكن كلها بتتمحور حوالين حاجة واحدة بس: نرفض اللي بيحصل في غزة وأهلها، ونشكو إلى الأمم المتحدة والمنظمات الفاعلة وغيرها من الحاجات اللي تبع أمريكا. والله يا زمير، ده لو كانوا اشتكوا لربنا كان أحسن. عندك حق، لأنك بتشتكي للي بيضربك، رايح تشتكي للي بيضربك وتقول له ما تضربنيش. ده غير إن أنا استوقفني كده تصريح للرئيس عبد الفتاح السيسي في نص الكلام اللي قاله بإقامة دولة فلسطين جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل. اللي هو أنت بتقول لهم إيه يا ريس؟ بتقول لهم إن خلاص الناس دي كده احتلتكوا وده أمر واقع وتعايشوا بقى معاه، وإن إحنا كدول عربية وإسلامية مش هنقدر نعمل لكم حاجة غير إن إحنا بس نبعت لكم مساعدات بالإذن. التصريح ده هو دليل كافي جدا لفشل القمة دي. ما خلاص بقى يا عم زمير، ما تكبرش الموضوع. الله، لا كبره لأنه كبير. انت كده بتقولي ان في شوية حرامية تهجموا على بيتي وحبسوني في أوضة من الأوض، وفي وقت ما أنا بدافع عن أرضي وبيتي بما أوتيت من قوة وبكل استماتة عشان أرجع بيتي ليا تاني، انت بتطالبني ان بعد ما البيت كله كان بتاعي استكفى بالأوضة اللي أنا خدتها دي؟ وبارك الله فيما رزق. انت يا فلافيلو لو حصل معاك في بيتك حاجة زي كده واتصلت بالشرطة وبلغتهم ان في حرامية تهجموا عليك، والشرطة كان ردها عليك ان هما مش هيقدروا يعملوا لك حاجة، والله هتعمل ايه؟ هجيب حقي بدراعي ومش هثق في الناس دي تاني. بالظبط كده. لما تيجي بقى تجيب حقك بدراعك وتلاقي الشرطة اللي انت كلمتها عشان يجيبوا لك حقك بتقولك لا ما تعملش كده، هتعمل ايه؟ لله الأمر من قبل ومن بعد. ومش كده بس، ده انت في نفس القمة تلاقي تصريحات عن المساعدات الإنسانية. الناس بتموت وانت بتبعت لهم مساعدات إنسانية عشان ما يموتوش على بطن فاضية. مش إسرائيل برضه في حرب؟ دول حقوق الإنسان دعمتها بإيه؟ ساعدتها بإيه يعني بمعنى أصح؟ بأكل وشرب ولا بسلاح؟ ياه، ده سلاح وعساكر ونووي ما تعدش يابا. بالظبط كده، لأن ده وقت الحاجات دي مش هينفع يكون أخويا بيتخانق وابعت له مساعدات إنسانية أكل وشرب، لأنه يعني مش هيحارب بالخيار، مش هيستخدم الطماطم كنابل. كل حاجة وليها وقتها، وده وقت السلاح والقوة، لأن اللي اتاخد بالقوة لا يسترد إلا. كملوها انتوا في التعليقات. لأن بعد أحداث 7 أكتوبر اكتشفنا كمية كلاب مسعورة متعطشة للدم غير مسبوقة. وده ليه؟ عشان كل دولة بتحافظ على قوتها وسيطرتها اللي هي فرضاها، في حين ما احنا بنعمل قمم عشان نقول لهم معلش خفوا الضرب علينا شويه، او نقول لكم على حاجه حلوه ما تضربوناش خالص. انت عارف انت كده بتوصل له رسالتي ان نضرب براحتك وانا مش هدافع عن نفسي. يعني لو انا مسكت فلافيلو دلوقتي وكلته علقه محترمه، ايه يا عم في انا مالي؟ وفي وقت ما انا بضربه ما لقيتش منه اي مقاومه ولقيته بيقول لي ما تضربنيش، تفتكروا هعمل فيه ايه؟ هستشعر قوتي اكتر واكتر وهديله اكتر واكتر. يا عم انت عمال تضربني وتتكلم عن الخطابات، طب ما تقول لنا كده الخطابات بتبقى ازاي في وقت زي ده؟ طيب، رسالة لجميع الدول الذي يهمها الأمر: حربنا مع الكيان المحتل وليس مع جميع دول العالم. باسمي أنا العبد الفقير إلى الله، وباسم جميع الدول والشعوب العربية والإسلامية، قررنا إيقاف التبادل التجاري مع الدول التي تدعم الكيان، ومنع الغاز والبترول، وعدم مرور أي سفينة تابعة لدولة تدعم الكيان من ال4 ممرات الملاحية، وهم كالتالي: قناة السويس، ومضيق باب المندب، ومضيق جبل طارق، ومضيق هرمز. ثانيا، سحب المعدات والقوات العسكرية في 48 ساعة، وإذا لم يتم ذلك في الميعاد المذكور فسوف تقصف في الساعة 49. ثالثا، وتجنبا للحرب، إخلاء فلسطين من هو غير فلسطيني في مدة وهي 7 أيام،
وإذا لم يتم هذا في الميعاد المحدد فسيتم إعلان الحرب على الكيان المحتل لإخلاء فلسطين من أي شخص غير فلسطيني بالقوة. بقول لك يا زمير، هو انت نازل الانتخابات امتى؟ انتخابات ايه يلا يا عبيط انت؟ لا اصل انا حزيت فيك حاجة كده، مش عارف الصراحة. مش دي بقى المفروض دعاية بقى عشان تعلن للناس عن نفسك وان انت جامد بفتكة؟ هو انت نسيت ان انت قلت لي الخطابات بتتقال ازاي وانا قلت لك الخطابات بتتقال ازاي؟ اه صح، يعني ده تقدير السؤال صح؟ بقول لك ايه، روح شوفهم بينادوا عليك. ايوه جاي. في النهاية عايز اقول لتقل خيرا او لتصمت. لو القمم العربية بعد كده هتبقى بنفس الشكل ده فأحسن لكم بلاش تعملوها أحسن، لأن انتوا المفروض بتمثلوا الناس اللي انتوا بتحكموها، فلما تقدروا تخلوا تصريحات عبارة عن استجابة لطلبات شعبكم ساعتها يبقى ماشي، لكن بالمنظر ده احنا بنضحك الناس علينا وبنثبت للعالم كله ان احنا بقينا مهزقة القرن. وبس كده، يا ريت الحلقة تكون عجبتكم ويا ريت اكون ضيف خفيف على قلبكم. وفي النهاية ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم ان شاء الله على خير في حلقات قادمة من حلقات قناة الجنيه.